وبيبدأ الفيلم بمورليكان اللي بيفتكر اللي حصل له من 40 سنة فاتوا في الحرب، وهو بيوصل المكان اللي رايحه. في اسم الشرطة مساعد الشرطة ده بيقول للظابط: يا باشا في واحد بره عايز يعمل شكوى. بيقول له: ما تعمل له يا عم. بيقول له: ده راجل كبير باين عليه قفل زعق في وشي. بيقول له: بجد؟ ده انا خايف يمي يمي يمي، وعايز يرفع شكوى على مين ده كمان؟ بيقول له: على رئيس الهند. بينصدم بيقول له: مين ده؟ دخلهولي حالا. المهم الشخص ده بيخش جوه، هو بيفرش الميداليات دي قدامه. هو مين؟ مورليكان. اسمه كبير قوي يا صديقي، هنخليه موكا اسهل وارخص. المهم بيقول له: ايوه زي ما سمعت يا باشا، انا عايز اعمل شكوى على رئيس الدوله. بيقول له: ايه السبب؟ بيقول له: مش عايز تعرف انهي رئيس بالظبط؟ بيقول له: قول لي مين. بيقول له: في جيري، فخر الدين علي احمد، ونيلام وزين وسين، كلهم خدعوني. الظابط كامل بيقول له: يا سلام، ودول عملوا لك ايه؟ تليفون المركز بيرن، مساعد الشرطه بيرد، بيقول له: ايوه يا فندم خلاص احنا جايين اهو، خلاص احنا في الطريق يا باشا، المحكمه عايزينك حالا. بيقول له: هنروح بس نشوف مين اللي خدعوا عم الحاج ده. قول له: عمهم ازاي رؤساء الدوله دول كلهم خدعوه. بيقول له: من 40 سنه كنت المفروض استلم جايزه، ولحد دلوقتي ما فيش ولا رئيس من اللي مسكوا ادوهاني، وانا مستحيل هسيب حقي. بيقول له: يا سلام، وجايزه ايه دي؟ بيقول له: جايزه ارجونا. بيقول له: ارجونا؟ وانت هتاخدها ليه ارجونا؟ المسجون ده بيقول له: جايزه ارجونا دي يا باشا بيدوها للشباب الرياضيين لانهم بيدخلوا فلوس للبلد وميداليات ذهبيه. الظابط بيقول له: موكا وانت جاي فاتح صدرك علشان ابنك خد الميداليات دي؟ الواد بيقول له: لا دي ميداليات ابويا يا باشا. بيقول له: ابوك بيلعب شلح واجري في الشارع ولسه بتلعب يا عم الحاج ولا بطل؟ بيقول له: بطل. بيقول له: امبارح ولا النهارده؟ بيقول له: ولا امبارح ولا النهارده، من 40 سنه فاتوا. بيقول له: يا جدع بقالك 40 سنه نايم في البيت والنهارده جيت تطلب بالجايزه بتاعتك؟ بيقول له: ما تحترم نفسك يا حضره الظابط، انا ما بقولش حاجه تضحك. بيقول له: طيب قول لي بقى ايه اللي فكرك بالجايزه دي بعد 40 سنه؟ بيقول له: القريه اللي عايش فيها ملهاش طريق ولا في كهرباء ولا في ميه، هاخد الجايزه دي واجيب كل مرافق القريه. بيقول له: يا ترى مين هيديك الجايزه دي؟ بيقول له: رئيس الدوله زي ما اداها الجد بالظبط. بيقول له: مين جاب؟ بيقول له: اول واحد جاب ميداليه ذهبيه للبلد. بيقول له: انت ايه عرفك الكلام ده؟ حوالي من 60 سنه فاتوا. بيقول له: كنت هناك انا واخويا. بيقول له: كنت في الالعاب الاولمبيه؟ بيقول له: لا، على محطه القطر، كان يوم كله احتفالات، الكل كان فرحان، اول ميداليه من بطوله اولمبيه تخش البلد، الكل طاير من الفرح، واخويا جاغا شايلني على كتافه. وفعلا يا صديقي بيشوف البطل جد نازل من القطر والناس كلها بتسقف له في استقباله من النار. بيخلصوا وهم مروحين، بيقول اخوه: يعني اي حد ممكن يفوز بميداليه ذهبيه، اهل القريه يحترموه ويحبوه بالشكل ده؟ بيقول له: مش القريه بس، البلد كلها تحترمه وتعمل له الف حساب. بيقول له: كذاب. بيقول له: لا والله يا ابني، الناس الرياضيين دول بيكونوا خيال، اي حد يتمنى يتكلم معاهم، بس اوعى تقول لابوك احنا كنا فين لا ينفخنا. بيقول له: لا يا عم عيب عليك. بيروحوا على البيت وابوه بيحضر في المكان. بيقول له: شفت يابا النهارده رحنا انا وجاغا شفنا البطل اللي جاب ميداليه اولمبيه للبلد. جاغا بيمسك ايديه وابوه بيقول له: انت هتفشل اخوك يا فاشل، اياك تاخده على الاماكن دي تاني. تاني يوم بيروح على المدرسه والمدرس بيقول له: كل طالب فيهم نفسك تطلع ايه يا حمو؟ بيقول له: دكتور يا استاذ. والتاني بيقول له: انت يا حموده؟ بيقول له: سواق حنطور يا استاذ. والتالت بيقول له: انت يا سكاكا؟ بيقول له: مسطول يا استاذ. بيقول له: انت يا موكا نفسك تطلع ايه؟ بيقول له: انا هطلع رياضي، هخش بطوله اولمبيه وهجيب ميداليه ذهبيه للبلد. الكل بيفضل يضحك عليه، بيقول للواد اللي قدامه: انت بتضحك على ايه يالا؟ بيخرجوا بره والواد بينزل فيه تخبيط، بيقول له: عايز تجيب ميداليه ذهبيه يالا؟ ابلع يا بطل. بيقول له: ايوه بطل. اخوه بيحضر في المكان وبيبعدهم عن بعض. موكا بيمسك الطوبه دي وبيقول له: ربنا لا سيح دمك. اخوه بياخده ويمشي وهم في الطريق بيقول له: انت ازاي بتتخانق مع الواد داغو؟ ما تعرفش انه ابن رئيس القريه؟ بيقول له: ان شاء الله يكون رئيس الدوله، ابوه بني ادم وابويا بني ادم، مفيش فرق بيننا خالص. بيقول له: اخويا انت فاهم الدنيا غلط. بيقول له: يا عم ابن الحرمه ده كان بيضحك عليا، ازاي يضحك عليا وانا بطل اولمبياد؟ انا هاخد ميداليه ذهبيه وانت قاعد وانا قاعد. بيقول له: اهدى بس وتعالى معايا. بياخده على المدرب جنبات بيقول له: بص ده الوحيد اللي هيقدر يخليك بطل، خش عليه وحاول يخليه يدربك. وفعلا بيروح ينام تحت رجليه. بيقول له: يا ابني مالك في ايه؟ بيقول له: دربني، خليك المدرب بتاعي وانا هقعد تحت رجليك ليل ونهار. بيقول له: طيب خلاص قوم، وانت ليه عايز بقى تتدرب؟ بيقول له: لاني عايز اجيب ميداليه ذهبيه اولمبيه للبلد. الكل بيفضل يضحك عليه، بيغضب وبيروح يجيب الطوبه دي ابوهم خلاص هيضربهم، ولكن المدرب بيقول له: خلاص اهدى يا عم انا هدربك بس شد حيلك معايا. وفعلا بينزل معاه تدريب، ومن بعدها صديقي الواد ما بيعملش اي حاجه في حياته غير التدريب. بيهرب من المدرسه وبيروح يتدرب، وتعدي السنين وتفوت الايام، وها هو الولد الفنان موكا السلطان الجحش كبر وبقى حمار كبير، بياخدها طيران وبيطلع يكسر زير المهرجان. بيخلص وبيروح على تدريبه. المدرب بيقول لرجالته: انا مش عارف اتصرف ازاي، طبعا كلكم عارفين ان البطوله المحليه هتبدا ورئيس القريه عايز يدخل ابنه داغو البطوله، والمصيبه ان لازم ابنه يكسب، مين هيتبرع فيكم ويخسر قدامه؟ واحد منهم بيقول له: لا يا ريس، محدش فينا مستعد يخسر شرفه. موكا بيخبط البتاعه دي على الارض، الكل بيبص عليه، وواحد من رجالته بيقول له: هو ده يا ريس، من ساعه ما بدا تدريب معاك وهو ما دخلش مباريات اصلا، دخله قدام ابن رئيس القريه وهيخسر منه بكل سهوله، ومنها برضه دخلت موكا البطوله وما حرمتوش من اي حاجه. بيقول له: كلامك حلو. وفعلا يا صديقي البطوله بتبدا وناس كتير بتكون حاضره في المكان.
المكان. المدرب بيقول لهم ايه يا جدعان موكا اتاخر قوي. ايوه يا صديقي. ابوه بيكون نفخه في البيت وبيقول له ياض انت ما عندكش دم، الكل بيضحك عليك في الروحه والجايه وانت لسه عايز تكمل في الهبل اللي انت ماشي فيه. بص لجسمك يلا، انت مستحيل حتى تاخد ميداليه فضيه. بيقول له في يوم من الايام هثبت لك انك غلطان وهروح بطوله اولمبيه وهجيب الميداليه الذهبيه اعلقها في القصر بتاعي. بيقول له غوليا تشوف نتيجتك بدل ما انت رايح تلعب لي مباراه. بيقول له يا بابا دي فرصه عمري، جه اليوم اللي المفروض اثبت فيه نفسي قدام الناس. بيقول له قدامي على المدرسه يا فاشل، انجز شوف نتيجتك، وربنا لو كنت سقطت لعلقك من رجليك في نص الشارع واخلي الناس تضحك عليك اكتر ما هم بيضحكوا عليك اصلا. وفعلا بياخدوا على المدرسه بيقول له خش جوه شوف النتيجه. بيخش جوه بمجرد ما بيشوف النتيجه بينصدم. في الوقت ده دغو بيخش على الحلبه والمعلق بيقول فين موكا؟ بيقول لهم انا جاي. الكل بيفضل يضحك عليه كالعاده ورئيس القريه بيكون واقف تحت شمسيه مخصوصه ليه ومستني مكسب ابنه. موكا بينزل على الحلبه وبيفضل يلف حوالين داغو. الواد ده بيقول له هتقضيها لف ودوران ولا ايه؟ الواد داغو بينزل فيه تخبيط ولكن موكا بيتحول عليه. ارجع يلا. هي واحده والتانيه بيكون شايله على كتافه على الارض نازل بيه بالشفا يا بيه. الكل بيكون في منتهى الصدمه والحكم بيرفع ايد موكا بيسيبه وبيروح يلم الفلوس. اخوه بيقول له انت بتعمل ايه؟ انت غلبت داغو. بيقول له ايه رايك؟ بيقول له يخرب بيتك رئيس القريه هيخلص عليك، اهرب من المكان بسرعه. وفعلا رئيس القريه بيقول للمدرب انت ازاي تدخل واحد قوي زي ده على ابني؟ بيقول له ربنا ما كنت اعرف انه محترف بالشكل ده. بيقول له كذاب، خلصوا لي على الواد موكا يا رجاله. تفتكر ان ده هيحصل يا صديقي؟ لا والله. رجاله المدرب بيهربوا موكا بينزلوا تخبيط في رجاله الرئيس. شويه منهم بياخدوها جري ورا موكا، بياخدها جري منهم وعوم لحد ما بيوصل عند سكه القطر. بيفضل يجري ورا القطر وكرنل بيمدله ايديه بيشدوا عليه وجوه بيرميه. كرنل بيقول له انت مين يالا؟ هاتوا له حاجه نستروا بيها يا جدعان. بيوصلوا على محطه بونا موكا بيكون صاحب كرنيل وحكى له قصه حياته من يوم ما اتولد. بيقول له يعني انت عايز تاخد ميداليه اولمبيه؟ طيب ما تيجي تقدم معايا على الجيش. الجيش بينظم بطولات اولمبيه ولو اثبتت نفسك هناك ممكن ياخدوك وتشارك في الاولمبياد. بيقول له بتهزر؟ بيقول له والله. بيقول له يلا بينا يا عم. وفعلا الاثنين بيقدموا في الجيش وبيتقابلوا بينزلوا تدريبات من نار وموكا بيصاحب الشباب اللي هناك وبيبدا يحكي لهم قصه حياته. بيقول لهم بس كده لحد ما وصلت القطر وكرنل شدني بايديه واديني جيت هنا علشان احقق حلمي واخد ميداليه ذهبيه للبلد. زي موكا بيضحك عليه وبيقول له انت اللي هتجيب الميداليه وكمان اولمبيه؟ اللي زيك مش يوصل للعالميه، ده اخره يلبس جلابيه ويلف يشحت في الشوارع. بيغضب وبينزل تخبيط فيه. القائد بيخش عليهم وبيقول له موكا تعالى بره بسرعه. بيخليه يسحب في الطين وبيقول له ليه ضربت زميلك جوه؟ ما تعرفش ان زميلك ظهرك في الجيش ولا ايه؟ الظاهر كده انك مش هتنفع معانا، لو مش ناوي تبقى راجل خد شنطتك وارجع على بيتك. بيقول له ما ينفعش اروح يا فندم. بيقول له ليه؟ بيقول له لازم اثبت نفسي واحقق حلمي الاول والا هنزل الكل هياكل وشي. بيقول له ايه هو حلمك؟ بيقول له اجيب ميداليه ذهبيه لبلدي. بيقول له انت بتلعب رياضه ايه؟ بيقول له انا مصارع يا فندم. بيقول له بكره الساعه 6 تعالى قابلني. بيقول له حاضر يا فندم. وفعلا تاني يوم بياخدوا على المدرب علي. بيقول له مين ده؟ بيقول له ده موكا عايزك تدربه وتاخده معاك في البطوله. بيقول له هو لعب عيال؟ خد الواد المثال وقعد وامشي من هنا يا عم. القائد بيقول له اسمع مني جربه ومش هتندم. موكا بيقول له انا مستعد امسح رجليك ليل نهار بس ابوس رجليك خليني معاه. بيقول له طيب هدخلك مباراه ضد واحد من الشباب، لو اديت له بوكس واحد هخليك معايا، بتعرف تلعب بوكس ولا لا؟ بيقول له انت دخلني بس وما تقلقش من اي حاجه. وفعلا بيدخل عليه لاعب ولا بيعرف يعمل معاه اي حاجه. كرنل بيفضل يشاور له من بعيد هو بيقول له خدوا يمين وغزوا شمال. بيثبت مكانه وهي واحده مراوغه بيديله الثانيه في وشه وما بيقومش تاني. علي بيعجب بيه بيقول له انت اسمك ايه؟ بيقول له موكا يا باشا. بيقول له بكره الساعه 5 تكون هنا. وفعلا يا صديقي من تاني يوم بيبدا معاه تدريب من نار بيدخلوا مباريات محليه بيكسبهم كلهم بكل سهوله. واخيرا القائد بيجمعهم بيقول لهم الف مبروك يا شباب، كلكم رايحين بطوله العالم، عايزكم تشرفونا هناك ولازم واحد فيكم يرجع بالميداليه الذهبيه للبلد. وفعلا بيسافروا وهم في الطريق موكا بيخرب الدنيا، اول مره يركب طياره صديقي. المهم بيوصلوا هناك وبينزلوا الحفله اللي عاملينها للبطوله. موكا بيلبس الحته اللي على الحبل ونيتارا بتخش عليهم بترحب بيهم. كرنل بيقول لها انا بشوفك في التلفزيون. بتقول لهم انتوا هنود؟ بيقول لها هنود ونص يا بنت بلدي. موكا بيقول لها لما اوصل للنهائي هتعملي معايا مقابله تلفزيونيه؟ بتقول له ربنا يقويه ويقدرك على اللي انت هتشوفه. بتسيبه وتمشي. تاني يوم المدرب بياخده جوله بيقول له ده حماده هتغلبه بكل سهوله، اما ده السلطان محمد صعب حبتين ثلاثه زي ما انت شايف، بيدافع وبيهاجم حلو قوي. وفعلا تاني يوم بتبدا المسابقه ولكن بيخشوا قدام عيل بالغاري جاحد. بتبدا المباراه ولكن جاحد على مين؟ مفيش اجحد من ابن الكدابين. موكا بينزل فيه تخبيط شمال في يمين بيصد كل ضرباته بكل حرفيه. المدرب بيقول له ممتاز ارجع ما تخليهوش يسحبك عليه. ما بيرجعش وراه وهي واحده بعدها مفيش. بيكسبوا المباراه. المهم كارنيل بيخش على العيل هيتيا وبيكسبوا. بتبدا المباراه الثانيه لموكا بتكون قدام كوري جبار اسمه يونج سيونج لونج. الواد بيخش الحلبه من نظرته ما بيكونش سهل خالص. موكا بيقرب منه وعلي بيقول له خلي بالك منه ارجع ما تفكرش كتير. تفتكر انت انه هيرجع يا صديقي؟ لا والله هي واحده ارضي جو بيجيبوا تحت مني. الواد ما بيقومش تاني وعلي التاني مره على التوالي بيتكسر. الكل بيسقف لموكا وعلي بيكون
بيكون في منتهى السعاده بيه. المهم كارنيل بيروح لموكا وبيقول له الحق يالا صوروك ونزلوا صورك في الجرايد وسموك لورد اسيا. بيقول له يعني ايه روند اسيا ده يالا؟ انا حاسس انها شتيمه يا اسطى. بيقول له لا يا عم دي حاجه حلوه. بيقول له ماشي، المهم الاخبار دي هتوصل القريه عندنا؟ بيقول له القريه بس؟ الاخبار دي هتلف العالم يا معلم. انت يا اسطى وصلت لنصف نهائي، هتكسب المباراه الجايه وهتوصل للنهائي. نيترا بتخش عليهم وبتقول له موكا ولا اقول لك يا لورد؟ موكا بيقول لها اي حاجه منك زي العسل عسل. بتقول له مبروك وصولك للنصف النهائي، ربنا يقويك على اللي جاي، وبتسيبه وتمشي. تاني يوم كارنيل بيلعب مباراته قدام السلطان محمد التركي. الواد بيكسر عظمه وهي واحده في عينيه بيجيبه تحته. محمد بيكسب المباراه وموكا قاعد متكتف مش عارف يساعد صاحبه. موكا بياخده على اوضه اللبس. كارنيل بيقول له هتعرف تجيب لي حق منه ولا هيورم لك عينيك زي ما ورم عينيا؟ هو عايز تخليه هو اللي يصعد للنهائي. بيقول له هنشوف. وفعلا بعد كام يوم بتبدا مباراه موكا قدام السلطان محمد. موكا بيخش سخن عليه ولكن ابن الهرمه بيصد كل بلاويه وعلى الحبل بيديه. علي بيقول له ابعد عن الحبل. محمد بيدشمل وشه والجوله بتخلص يا صديقي. ورغم ان الجوله خلصت ابن الهرمه محمد ما بيسيبوهوش يا صديقي. الحكم بيبعدهم عن بعض وعلي بيقول له في ايه مالك؟ ما تخليش غضبك يسيطر عليك هتخسر. وهو فعلا تاني يا صديقي. بيقف على رجليه ومحمد برضه بيفضل مسيطر عليه. غلبان ما يعرفش ان موكا مجهز له واحده نار بدخان. في الوقت المناسب بيديها له عرض يا عرض يا جويه بيجيبه على الارض. ايوه يا صديقي ما فيش غيرها بياخدها وبينام. موكا ما بيكونش مصدق زيه زي باقي الجمهور ان حلمه خلاص اتحقق وبينزل من على الحلبه والكل بيسقف له. نيترا بتروح له جاري وبتقول له هو انت ممكن تعمل معايا مقابله تلفزيونيه؟ بيقول لها اكيد طبعا. المدرب بيقول لها مش هينفع، في نصف نهائي لازم نشوفه. موكا بيقول له لسه يا ريس بدري. بيقول له يا ابني الماتش هيبدا الساعه 10. كارنيل بيقول له لا ما تقلقش انا هجيبه واجي الساعه 9:30. بيقول له لازم يشوف المباراه دي علشان يعرف مين خصمه اللي هيقابله في النهائي. بيقول له عيب عليك يا كوتش قبل الساعه 9 هنكون هنا. نيترا بتقول له المقابله هتكون بالانجليزي. بيقول لها معايا الواد كارنيل ده مدرس انجليزي اصلا. وفعلا بيروحوا على البرنامج. المخرج بيقول لهم تيست صوت يا رجاله. موكا بيقول له كارنيل انا مش فاهم حاجه خالص يا اسطى. بيقول له ولا انا. بعد نص ساعه نيترا بتفهمهم وهوب الساعه 10 بتيجي والماتش بيبدا. ونيترا بتقول لموكا تفتكر انك ممكن تكسب النهائي؟ كارنيل بيفضل مبوم. بيقول لها نيجيريا. بتقول له نهائي. بيقول لها هي حاجه فيها نهنها كده نهائي. بتقول لك اصلا انت هتلعب النهائي؟ بيقول لها امال ايه هلعب وهكسب وانا وصلت النهائي علشان ما العبهوش. وعلي قاعد قدام الماتش ومستنيهم ييجوا على نار. بيفضل مستني كتير وشايف الواد الاسود مقطع خصمه. بيكون عيل شرس وطبعا موكا ما شافش طريقه لعبه وهو ابن العفريت ده حافظ طريقه لعب موكا. يعني الماتش محسوم له يا صديقي. الماتش بيخلص والناس بتمشي وعلي لسه قاعد مستني. الجدعان بيوصلوا المكان. موكا بيقول له والله اتاخرنا علشان الانجليز يا ريس. بيقول له طيب روح جهز شنطتك لانك بكره مش هتاخد غلوه في ايد خصمك وهنكون ماشيين. وفعلا تاني يوم المباراه بتبدا وخصمه بيكون مستعد له وحافظه زي ما قال الكتاب وهو ولا يعرف عنه اي حاجه. الواد بيخش على موكا هيجان وموكا ما بيعرفش يعمل معاه اي حاجه يا صديقي. ما بيقدرش يخلص الجوله الاولى وهي واحده والتانيه جنابي رفعي بيجيبه على الارض. موكا بيطب ساكت وبيخسر حلم حياته يا صديقي. الظابط كان بيقول له استنى يعني انت خسرت المباراه دي علشان واحده ست؟ بيقول له لا هي جت كده نصيب، فضلت فاقد الوعي لمده اسبوع. بيقول له يا اخي حرام عليك يعني انت خسرت النهائي؟ بيقول له خسرت وبعد سنه. بيقول له لعبت تاني؟ بيقول له لا رحت وقفت خدمه على الجبل وجاني جواب علشان اروح العب في البطوله تاني. بيروح جري على المدرب علي هو بيقول له الحق يا كابتن جاني جواب علشان العب في البطوله المحليه لو كسبتها هروح تاني الاولمبياد. بيقول له ربنا معاك شوف لك مدرب غيري. بيقول له يا كابتن انا غلطت ومفيش انسان ما بيغلطش ابوس ايدك سامحني اديني فرصه واحده تاني. بيقول له فرصه تاني؟ انت عارف الميداليه الذهبيه ما كانتش حلمك انت بس يا موكا، كانت حلمي انا كمان والفرصه اللي خدتها دي كانت فرصتي الاخيره. اما جيت انت معايا ضيعتها من ايدي. انت بقى عايز فرصه انا مش عايز اي فرص تاني. وبيسيبه ويمشي وهوب اعدائهم بيهجموا عليهم. الطيران بينزل تخبط فيهم بكل غباء وعلي بياخد صاروخ بيدفن تحت البرج ده. موكا بيخرجه وبياخده جري من المكان ولكن بيبص تحت مني بيلاقي صاحبه كارنيك ميت يا صديقي. بيكون في منتهى الحزن عليه. بيسيبه وبيروح للكابتن علي بيسنده في الحته دي بيقول له هات لي ميه. بيروح يدور له على ميه وهو بياخد طلقه في ظهره. بيقف تاني على رجليه بياخد 8 طلقات مره واحده. ما بيموتش وبيكمل ساح لحد ما بيوصل لازازه الميه. بيتخبط بصاروخ واخيرا بيغمى عليه. بيوقف كلام وبيبص على كل اللي بيحكي لهم القصه حواليه. بيقول لهم 9 طلقات اللي هو يعني انتم مصدقين انا كداب؟ الظابط بيقول له طيب وخدت ال9 طلقات وما متش؟ بيقول له لا مت ورجعت تاني. احنا هنهزر سوا حضره الظابط ولا ايه؟ بيقول له بجد عاش عليه تحيا الهند يا ريس. مساعد الشرطه بيقول له وبعدين ايه اللي حصل كمل؟ بيقول له فوقت لقيت نفسي في المستشفى وهوب المستشفى بتتقلب والدكتور بيروح لمدير المستشفى. هو بيقول له القائد الاعلى وصل. الكل بيتلبخ والدكتور بيقول لهم شيل الزباله دي وعدلوا المكان ده وموكا هدومه متوسخه غيروها له. التمرجي بيفك له الرابطه دي وهوب القائد الاعلى بيخش عليهم. التمرجي بيسيب موكا يقع على الارض وبيدي التحيه للظابط. موكا بيحس بالخبطه وسبحان الله بيفوق. القائد بنفسه بيروح جري عليه وهو
هو كل اللي في دماغه صديق عمره اللي مات قدام عينيه والكابتن علي والحرب اللي حصلت. بيمسك في القائد الاعلى، هو بيقول لهم انتوا اعداء. الدكتور بيقول له اهدى يا ابني، احنا هنود كدابين زينا زيك. بيقول له كداب، انا عارف لبس الجيش الهندي. القائد بيشاور له بره، وفعلا ما بيسيبش رقبته الا لما بيشوف العلم الهندي. القائد بيقول له يا ابني احنا غيرنا لون اللبس، ما علينا، الحمد لله على سلامتك. بيمد له ايديه ولكن ما بيقدرش يقف على رجليها صديقي. القائد بيقول له الدكتور هو ليه ما وقفش على رجليه؟ بيقول له يا فندم المريض ده في غيبوبه من سنتين ولسه فايق حالا، والظاهر كده اللي احنا كنا شاكين فيه حصل، في طلقه خدها في ظهره جابت له شلل نصفي، ما قدرناش نخرج الطلقه دي لا يحصل له شلل كلي. القائد بيقرب من موكا اللي بيكون في منتهى الانهيار يا صديقي. بيقول له ما تقلقش يا ابني، انا هبعتك على احسن مستشفى في البلد. وفعلا بيروح على المستشفى واللي بيستقبله الممرض توباز. الدكتوره بتقول له ايه يا توباز ابعد عن الراجل. اسمع يا موكا، توباز ده عيل شمال بيشرب ومضيع كل فلوسه على القمار، خلي بالك منه. بيدخلوه اوضه العمليات وفي 2 من الجيش بيروحوا لاهله في القريه. العمليه بتخلص وبعد كام ساعه بيفوق، بيلاقي حواليه امه وابوه واخوه جاغا. بيجي يقوم برضه ما بيقدرش يا صديقي. بيقول للدكتور انت خرجت الرصاصه؟ بيقول له للاسف يا ابني مش هينفع نخرجها لان في لحم اتبنى عليها، لو خرجناها هيحصل لك شلل كلي. الكل بيكون في منتهى الحزن عليه واخوه بياخده لبره. بيقول له ايه رايك في المكان ده؟ حلو صح؟ ابوس ايديك يا اخويا ما ترجعش البيت معانا، مش قصدي حاجه وحشه، البيت ده بيتك زي ما هو بيتي، زي ما هو بيت امك، زي ما هو بيت ابوه. انا مش عايزك ترجع لانك لو رجعت محدش هيرحمك، والدكتور قال انك لازم تتمرن في الميه علشان تبدا ترجع لحالتك الطبيعيه. امك لو قالت لك تعال انا هقول لها لا، الدكتور قال خليه هنا علشان يخف اسرع. بيفضل يعيط وفعلا اهله بيسيبوه في المستشفى. بيبان انه جامد قدامهم ولكن من جوه قلبه بيتقطع صديقي، دموعه بتنزل في الحاضر والكل حواليه بيكون في منتهى الحزن عليه. وهو تليفون المركز بيرن، الضابط بيقول له يا باشا خلاص احنا 5 دقايق وهنكون في المحكمه، معلش الطريق زحمه. بيقول له موكا خليك هنا ربع ساعه وهرجع لك. بيشد العكاز بتاعه، بيشوفوا العكازات في ايديه، بيعرفوا انه ما رجعش تاني يمشي على رجليه. بياخد ابنه ويمشي. ابنه بيقول له ممكن تكمل لي القصه يابا؟ بيقول له يوم عيد ميلادي. توباس بياخده بره وبيجيب له ازازه خمره، بيقول له اشرب محدش واخد منها حاجه يا اسطى، هات متروبيا خش بيهم رهان جوه. وفعلا بياخد منه الفلوس وبيخش بيها جوه. بيقول له امسك يا ده عره. بيقول له انا اللي عره؟ هتراهن على رقم كام يا فاشل؟ بيقول له دي 100، هراهن على رقم 2 و3 و4، ودي كمان 100 هراهن بيها على 1 و2 و3. بيفضل مستني النتيجه والشخص ده بيطلع على المسرح وبيقول الارقام اللي كسبت معانا رقم 4 و3. توباس بيطير من الفرحه ما بيكونش مصدق نفسه، ولكن بره موكا بيمسك حبوب المنوم دي بيملى كف ايديه وبيرفع صديقي. بيفضل يبلبع برشام وتوباس بيكون مستني اخر 3 ارقام وهم دول اللي هياخدوا الجايزه الكبيره. بيقولوا اخيرا اللي كسب الجايزه الكبيره هو رقم 1 ورقم 2 ورقم 3. توباس من الفرحه بيطب ساكت مكانه وبيخرج جري الموكا، بيلاقيه مرمي على جنبه. بيقول له فوق يا عم، والغريبه انه بفوق يا صديقي، وبيرجع كل البرشام اللي بلبعه. بيقول له قوم الدنيا ضحكت لك، انت كسبت 60,000 دولار. بياخده بالحضن وفعلا بعدها بياخده على جوه، وصاحب الصاله بيقول له الف مبروك يا ابني، اول مره حد يكسب الجايزه الكبيره دي، مبروك عليه. ابنه بيقول له يعني انت يابا كنت عايز تنتحر؟ بيقول له غصب عني يا ابني، كنت عايش اصعب فترات حياتي ولكن زمايلي فضلوا ينزلوني في الميه لعل وعسى ارجع تاني احرك رجليا. وفي يوم كان في الميه وهوب بيخش عليه المدرب علي، ما بيكونش مصدق نفسه، وعلى بالليل بيقعد معاه بيفضل يحكي له كل اللي مر بيه. بيقول له علشان كده بس كنت عايز تموت نفسك؟ بيقول له في اكتر من كده يا كابتن، صديق عمري مات قدام عينيا والميداليه الاولمبيه حلم حياتي اتدمر. بيقول له بكره هستناك هنروح مكان سوا. بياخدوا على المباراه دي. بيقول له قول لي بقى ليه سبت حلمك؟ بيقول له ازاي هحققه وانا قاعد على الكرسي ده؟ بيقول له ايه المشكله؟ بيقول له لا طبعا مستحيل، هتيجي ازاي دي؟ بيقول له انت خدت 9 طلقات في جسمك ولسه عايش، معنى كده ان مفيش مستحيل في الدنيا دي، اوعى تسيب حلمك، لازم تاخد الميداليه الذهبيه، ولو ما خدتهاش لازم تفضل تحاول علشان تسكت الصوت اللي جوه منك بيزن عليك ده. بيقول له بس ازاي هعملها؟ بيقول له زي ما في بطولات للناس العاديه في بطولات لذوي الاحتياجات، احنا هنخش بطوله سباحه اولمبيه وانت مش هتحتاج رجليك علشان تعوم، بايدك بس هتعوم. بيقول له ازاي هعملها دي؟ بيقول له هنتدرب عليها، هتاخدها وهتقدر تعملها بطل، هتعملها؟ بيقول له هعملها يا كابتن. وفعلا بيبدا معاه تدريب من نار، بيتعبوا في الاول ما بيكسرش رقم قياسي في الميه، ولكن مع التدريب وبعد طول انتظار بيكسر الرقم القياسي يا صديقي. وفعلا بيسافروا على ميونخ في المانيا وبتبدا البطوله، كل واحد بيقف على المجرى بتاعه، وعلي بيقول لموكا خلي بالك في اللي واقفين دول مفيش غير 5 بس من مستواك، وواحد بس اسرع منك بكتير، هم دول اللي قدامك، لازم على الاقل في الجوله دي تاخد المركز الرابع، شد حيلك وربنا معاه. الحكم بيضرب بسلاحه، الكل بيترمي في الميه، واخر مركز بيكون فيهم هو موكا لانه نازل من على كورس يا صديقي. المهم بيفضل يعافر ويطبش لحد ما بيوصل للمركز الخامس، بيحاول اكتر بيجيب المركز الرابع، بيفضل ماشي جنبه، ابن الهرمه بيكون اطول منه بكتير، ولكن على مين؟ موكا بيفضل قصاده وبيكون خلاص هيحصلوا، ولكن الاتنين بيلمسوا الحيط في نفس الوقت، كلهم بيبصوا على الشاشه، وفي المركز الاول بيكون سيرما، في المركز
المركز الثاني بيكون نيكو ويليام، في المركز الثالث جاسبير، وفي المركز الرابع والاخير الكل بيستنى الفار بين موكا وبين بيتس. وهوب موكا اللي بيكون وصل الاول وبياخد المركز الرابع وبيتاهل للدور القادم يا صديقي. تاني جوله بتبدا، ما بيكررش نفس غلطه، بياخدها جري وبياخد المركز الثالث، ولكن اولاد الهرمه كلهم بيكونوا جنبه، بياخدها من غير ما يبصوا باقصى سرعه عنده، وهوب من شده السرعه بيخبط في الحيط، بيتاهل للنهائي، ولكن ما بيكونش سامع النتيجه ولا حاسس باي حاجه. الدنيا بتلف بيه وعلى طول بيطلع ينام. تاني يوم المنبه برن، علي بيصحى وبيروح يصحيه، ولكن ما بيصحاش معاه. علي الفار بيبدا يلعب في عبه وبيجيب الميه وبيرش عليه. بيفوق بيقول له ايه يا ابني انت كنت غميان ولا ايه؟ وبعدين ايه الدم ده؟ بيقول له امبارح اتخبطت في الحيط. بيقول له نعم خلاص مش هنخش النهائي. بيقول له لا هنخش انا كويس. بيقول له يا ابني لازم تروح له دكتور، والدكتور لو شافك بالحاله دي مش هيدخلك نهائي. بيقول له انا كويس مش هروح لحد. ايه يعني هيحصل لي هموت؟ ما هو انا لو ما خدتش الميداليه دي يبقى استحق الموت. في ايه تاني اعيش علشانه؟ لازم اكمل عشان اسكت الصوت اللي جوايا. في الوقت ده في الراديو بيقول الف مبروك لبطل الاولمبيات الهند الجديد، موكا وصل لنهائي في بطوله السباحه العالميه. جغا بيسمع الخبر هو بيروح جري على اهل المنطقه، بيسمع الكل وبيخش جوه على امه. بتقول له في ايه؟ بيقول لها اخويا موكا. بتقول له مال اخوك انت؟ بيقول لها وصل للنهائي في الاولمبياد. بتفرح قوي وابوه بيكون في منتهى السعاده. مش هو بس يا صديقي، هو وكل اهل المنطقه. تاني يوم الجوله النهائيه بتبدا، والمعلق بيقول واخيرا الجوله النهائيه، لاول مره في التاريخ مواطن هندي يوصل للنهائي بطوله السباحه الاولمبيه. اهله وناسه وكل ما عرفوا بيقعدوا قدام الراديو علشان يسمعوا المباراه. الحكم بيقول خدوا اماكنكم ابدا. بينزلوا الميه، والمره دي حمام السباحه بيكون 50 متر. موكا بيسد ودانه، هو ما بيركزش في اي حاجه، كل تركيزه بيكون في اللي حصل له من ساعه ما طلع على الدنيا. رجاله رئيس القريه اللي خدوه بالطوب، والحرب اللي خد فيها 9 طلقات، والملاكم اللي خد منه نهائي البوكس، وصاحبه اللي مات قدام عينيه، اهله اللي سابهم يمشوا لوحدهم وفضل مستني في المستشفى علشان يجي اليوم ده ويفرحهم. علي اللي ياما وقف جنبه. الواد بيقلب تربو، بيكون متاخر ولكن بيخرج من جواه زعتر. بيكون في واحد قدامه وبيكون خلاص هيخسر. تفتكر ان ده هيحصل؟ قولها معاه صديقي. لا والله. موكا بيضغط على نفسه وفعلا بيغلب يأسه، بيجيب المركز الاول وهو اول واحد بيلمس الحيط. ما بيكونش مصدق نفسه، واهله كل اللي بيحبوه بيكونوا في منتهى السعاده بيه. واخيرا بياخد الميداليه الذهبيه وعالم الهند بيترفع فوقيه. علي الدموع بتنزل من عينيه، وفي نفس الحال موكا. بيرجعوا تاني على الهند، ما بيدورش على الجايزه اللي المفروض ياخدها من الرئيس، بس اما القريه احتاجت اضطر يطالب بالجايزه بتاعته علشان الناس الغلابه واهل منطقته. الظابط كامبل بيدي القصه للصحفيه دي، بتنزلها بتقلب الهند. مسؤول من الدوله بيروح له لحد قريته وبيقول له موكا انا وزير الداخليه، جيت لك مخصوص لان الرئيس في انتظارك علشان يديك جايزتك. وفعلا يا صديقي بيروح لرئيس الدوله، وهو ده موكا الحقيقي، وهو بيستلم الجايزه بتاعته في 2017. بيستلمها وبيرجع على القريه بتاعته، بيلاقي اهل القريه والقريه اللي جنبهم في استقباله. بيبص على البنت دي اللي بيكون شايلها اخوها، وبيفتكر نفسه مكانها. وهنا بينتهي الفيلم. ما تنساش يا صديقي تشترك في القناه وتحط لايك للفيديو لو عجبك، وتكتب لي كومنت من قلبك يفرحني، وخش خد لفه في القناه صدقني هتلاقي فيديوهات كتير هتعجبك. هشوفك الفيديو الجاي. سلام.